عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أصدقاء، وياكم أخوكم نور من قناة جيمنج وذ نور. واليوم يا أصدقاء راح نتكلم على التحديث الجديد اللي شركة سوبر سيل أعلنت عنه. وأخيرا شركة سوبر سيل يا أصدقاء أعلنت عن تحديثات خرافية، تغييرات باللعبة اللي هو تغييرات البالانس. أغلبكم يعرف هذه الجملة اللي هي التعديلات اللي تصير على الجنود، على البطاقات، سواء إذا كانت بكلاش رويال أو كلاش اوف كلانز. لكن اليوم يا أصدقائي الشركة وأخيرا أعلنت عن التغييرات اللي راح تصير بلعبة كلاش اوف كلانز بالجنود يعني، والليفلات والقوة وهذه الأمور. فاليوم يا أصدقاء راح نحدد كل هذه الأمور. وبالمناسبة الشركة قالت إنه إحنا 75% قلنا التحديثات، يعني شلون يقول لك هو مثل الطريق ووصلنا ل 75%. يعني يا أصدقاء أحب أقول لكم إنه التحديث قرب كلش على الاخير، يعني ما بقى له شيء. واعتقد انه الشركه قالت ايضا بقى كلكم طبعا تعرفون، خل اشرح لكم بالبدايه. كلكم تعرفون انه طلعت 4 حلقات من الشركه على اليوتيوب انتشرت، اللي هي رحله الهوكايدر الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. فالشركه قالوا الخامسه وهاي هي، يعني بس ينزلون الرحله الخامسه وخلص راح يبدي التحديث على طول. فانتظروا هذا الموضوع جدا خرافي، التحديث كلش ضخم كلها تتحدث عنه. والان يا اصدقاء عندنا التغييرات اللي راح تصير على البطاقات بعد التحديث. نعرف انه كل تحديث يصير ويا زياده بقوه الجنود او نقصان بقوه الجنود. فاول تغيير يا اصدقاء راح يصير على الكلون سبيل، محلول الاستنساخ ضافوا له ليفل جديد وصار ليفل 5 في تاون هول 11. كنا نعرف انه الكلون سبيل ليفله 4، صار حاليا ليفل 5 في تاون هول 11. يعني هذا التغيير صار للتاون هول 11. محلول استنساخ ضافوا له ليفل، صار ليفل 5. وايضا امكانية النسخ زادت وصار المحلول الواحد الماكس ينطيك 8 بالونات و2 تنانين. وهذا شيء جدا جدا حلو. يعني تخيل انت تذب بالون واحد تخلي عليه استنساخ يصير 8 بالونات، او تنين واحد تستنسخه يصير 3 تنانين. هذا الشيء جدا خرافي وراح يحسن من اللعبة. وتقريبا انا ما اشوف ناس هواي يستخدمون الكلون سبيل، فهسه حاليا اعتقد هذا الموضوع اغلبية الناس راح تستخدمه لانه هو بطاقة خرافية، وكل المحترفين بكلاش كلانس يعرفون هذا الشيء. وايضا يا اصدقائي محلول التجميد ضافوا له ليفل جديد وصار ليفل 6 في تاون هول 11. محلول التجميد ما اقول لكم بس المحترفين، يعني كل من عنده محلول التجميد يستخدمه، لابد مستخدم محلول التجميد. محلول التجميد فتشي خرافي كنا نستخدمه. وضافوا له ليفل 6 في التاون هول 11 حتى يساعدون جماعة الايجل ارتلري. كنا نعرف انه الايجل ارتلري تحتاج توقفه هواي وقت لحد ما ترجع جيشك وترجع يعني تكمل هجمتك بسرعة. فضافوا لنا هذا الليفل الجديد حتى يصير تأخير بالوقت على الايجل ارتلري يظل طافي لما ننجمده، فبالتالي راح يعطينا وقت اكثر نكمل الهجمة بيه. اوكي يا اصدقاء، محلول الانعاش ضافوا له ليفل جديد وصار ليفل 7 في تاون هول 10. هذا الشيء جدا جدا خرافي. طبعا اعرف انه هواي ناس راح يقولون احنا ما نستخدم المحلول الانعاش يعني صار قديم وهذه الامور، لكن اعتقد انه جماعه الهوكايدر، وحاليا هسه راح اشوفكم هجمه اليه شلون انا هاجم ومستخدم الهيل سبيل. فالهيل سبيل جدا جدا يفيد باستراتيجيه الهوكايدر. ايضا راح اشوفكم هذه الاستراتيجيه هسه بهجمه واحد مساحته 3 نجمات، يعني استراتيجية خرافية بنفس الوقت تستخدم الهيل سبيل. فما بالك اذا الهيل سبيل ضافوا له ليفل 7. لا والحلو انه بتاون هول 10، يعني فرحوا يا جماعة تاون هول 10 جاكم هيل سبيل. وبنفس الوقت الشركة تقول انه اذا خليت ويزرد وانفيرنو تاور وخليت عليه هيل سبيل، الانفيرنو تاور ما راح يقدر يقتل الويزرد الا لما تخلص هذه يعني سبيل الانعاش الجديد، لان ضافوا له هذا الليفل القوي. بنفس الوقت يا اصدقاء مستخرجات الجولد والالكسير صاروا 7 مستخرجات في تاون هول 9. كنا نعرف انه تاون هول 9 عندهم 6 مستخرجات الكسير و6 مستخرجات جولد. حاليا صاروا تاون هول 9 وتاون هول 10 نفس الشيء اللي هم 7 مستخرجات في تاون هول 9. بنفس الوقت يا اصدقاء مفجر السور صار يموت من القنبلة الصغيرة.
طبعا بالمناسبة هذه المعلومات كلها اللي اقولها حاليا نسيت اقول لكم من البداية، هذه كلها الشركة اعلنتها، يعني صارت رسمية، اعتبروها من ضمن اللعبة، وانتم تعرفون من اقول لكم شيء رسمي، يعني اعتبروه من ضمن اللعبة. هاي خلاص نزل، وبس ينزل التحديث، هذه التحديثات يعني والاضافات كلها راح تنزل وياه، راح تشوفونها بعينكم. فمثل ما قلنا مفجر السور صار يموت من القنبلة الصغيرة، تقول الشركة انه مفجر السور راح يموت من القنبلة الصغيرة بأي ليفل راح تقدر تقتله هذه القنبلة الصغيرة، مو الجاينت بامب، لا البامب الصغيرة. وبنفس الوقت يا أصدقائي البالون سووا له توازن جديد، اللي هو كل قنبلة يشموها يقل الدامج منها. طبعا هنا الموضوع شوية يعني جماعة البالون راح يعني شوية صعب انه تفهمه، لكن راح اوضحه قدر المستطاع. نعرف انه البالون سريع ضربته، بنفس الوقت الدامج ماله كلش عالي، فالشركة ناس سوت حتى يسوون بالانس بيه، قال لك انه راح يظل على سرعته ويظل على القوة مالته، لكن القنبلة الاولى يشموها قوية، القنبلة الثانية يقل شوية من الدامج مالها، القنبلة الثالثة يقل شوية، القنبلة الرابعة الى اخره، وهكذا. يعني هم يظنون انه راح يسوون توازن بالهاي. اتمنى انه فهمتوا هذا الموضوع، لان جدا يعني حاولت اختصر قدر المستطاع. فلا تضوجون جماعة البالون، القوة مالته باقية والسرعة، لكن الدامج شوية شوية كل قنبلة راح ينقص. وايضا يا اصدقائي راح يصير تخفيض بالوقت وسعر السبيلات المذكورة، محلول التجميد، محلول الاستنساخ، محلول الانعاش، يعني راح يقل وقت هذول السبيلات، بنفس الوقت تقل السعر مالهم، وهذا شيء جدا جدا خافي. اعتقد الكل يعاني من الاسعار العالية مال السبيلات هذه، بنفس الوقت تطويرهن راح يقل، وهذا شيء جدا جدا حلو. فاوكي يا اصدقائي، هذه الاخبار اللي ذكرتها شركة سوبر سيل الرسمية، يعني هذه الاخبار 100% نازله باللعبه هاي، خلاص انت تاكد انه بعد انا قلت لك نازله رسميه، خلاص صارت هذه الامور من البالانس باللعبه. فيا ترى شنو التحديث راح يكون؟ ما حد يعرف. الشركه مثل ما قلت لكم قالوا انه باقي بعد رحله واحده لو قايده، حلقه واحده ونكشف لكم السر الكبير مال التحديث. فاحنا كل اللي علينا انه ننتظر نشوف التحديث وين راح يوصل وش وقت راح ينطلق. فاوكي يا اصدقائي، حاليا راح اشوفكم هجمتين بالحرب اللي فاتت، والله حرب كانت خرافيه، هجمنا كل هجماتنا وقدرنا يعني نحصل هذه النجوم وفزنا. خلي اشوفكم هجمتي على الاول كانت فد شيء يعني مو طبيعي. خلي نشوف سوا. طبعا الاول كان هو 10 يعني شبه ماكس، تقريبا نفس قريتي كالعاده. استراتيجيه الاربعه جولم والسواحر والفالكر كدعم، والملك والملكه، وهذه السبيلات اللي هي قدامكم. احاول دائما انه الوولك بريكر، يا اخي شوف حتى ناسين ذن الاسامي الجنود بالانجليزي. المهم مفجر السور احاول انه ما يلوح الانفيرنو او ما يلوح الاكسبو، فدائما اخلي الجولم بالبدايه حتى يعني تعرفون، اكيد المحترفين بكلاش بلانز يعرفون. فشوفوا الانفيرنو هنا شلون الدمر دخل. اهم شيء الملكه توصل للبيت التاون هول حتى انا اضمن التاون هول، واللي على طرف يروحون يمنى ويسار هم اللي راح ياخذون لي بقيه النسبه، وبمساعده الملكه ايضا مثل ما تلاحظون. كانت الهجمه يعني 50% يعني زينه، لان انا مو هذا مستواي، شويه اقدر اقوى. توقعت انه راح يفتر الجيش بعد، لكن ما اعرف شنو صار. المهم يعني الجيش هنا طش الظاهر، هو التصميم من النوع اللي فوق، اكيد تعرفون يعني هذه التصاميم المعقده، بس زين قدرت اخذ نسبه كلش عاليه يعني بالهجمه، قدرت اخذ 64%، فما يحتاج ننتظر هذه الهجمه. هسه حاليا راح اشوفكم الهجمه مالتي على تاون هول 9 ماكس، واستخدمت بها هذه الاستراتيجيه. شوفوا قدامكم يا اصدقائي، 3 جول، 15 هو قايده، و14 ساحر. التصميم جدا خرافي، يعني التصميم يعني قعدت والله تقريبا بالنص ساعه افكر شلون ادخله، ما اجى ببالي غير هذا الحل، وكان جدا يعني شلون اقول لكم بيه مخاطره جدا انه يفشل، لكن الحمد لله. شوفوا شنو صار، خليت 3 جول بهذا المثلث حتى يتلهون. توقعت ان الجول ما حيدخلون للنص، شيء اكيد يلهون الاكس بو. قلت انه ما اخلي الهو قايدر الا لحد ما هذا المثلث والاكس بو ينتهون، يعني يلا ابدي اخلي الهو قايدر، وهذا اللي صار. دخلت فالكر من هذه الجهه وملوك من ذيك الجهه، فتوقعت يعني انه كل شيء راح يروح. هنا الدعم مثل ما تلاحظون ذبيت عليه بويزن. تعرفون انه الفالكر يعني ما ترحم بالتحديث الجديد. شوفوا هنا أنا خليت هم 5 هوك وهيل سبيل،
وايضا بنفس الوقت راح اخلي فوق 5 هوك وهيل سبيل. توقعت يعني ان هم ياخذون، مثل ما تلاحظون ياخذون الدفاعات كلها، وفعلا اخذوا الدفاعات هاي. هنا ظل واحد لكن ساعدهم الجيش. هنا ايضا افتر من يمهم الجيش، يعني التكتيك كلش خرافي. اكثر هجمه عجبتني على تاون هول 10 صراحة جدا خرافية. هنا ذبيت لهم جامب سبيل حتى الجيش هذا يعبى، لان هنا الجيش قليل، فشفت الجيش صار الاكثرية منك وانا مركز وهيك يعني منتبه على الهجمة، فذبيت هوك منها على اساس دفاعات التيبي ويدخل الجيش من ورا، وهذا اللي صار. يعني فتشي خرافي الهجمة، وصار بها تكتيك جدا خرافي. حتى بالكلان يعني قالوا فتشي يعني الهجمة واحد من جماعتنا صورها، لان هجمة خرافية الصراحة. تاون هول 9 صح، هو تاون هول 9 بس والله التصميم جدا قوي، ويعني فتشي خرافي، لكن قدرت اخذ عليه 3 نجوم. فوق يا اصدقائي هنا وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسى كالعادة تفجر المقطع بلايك، تكتب كومنت شنو رايك بالتغييرات اللي راح تصير. بنفس الوقت اريدكم تقولون لي اوقات الامتحانات شنو عندكم، وبنفس الوقت يعني تقولون لي نوقف شنو نسوي جدول القناة، لان هي القناة منكم واليكم، ويعني انتم تحددون مصيرنا. فشنو اكتبوا لي الكومنتات شلون تريدون نوقف نهائيا، ننزل بين يوم ويوم، ننزل كل يومين مقطع، وشنو رايكم يعني السلاسل بما انه انتم عندكم امتحانات نوقفها يعني حتى لا تفوتكم حلقه. كل هذه الامور فكروا واكتبوا لي اياها بالكومنتات، راح اقرا كومنتاتكم. ورجاء لا احد يكتب اشتراك بقناته، اللي يحب نور لايك وهذه التفاهات. يعني احنا نريد نشوف تعليقات بيا خير، نريد نشوف الناس تكتب تعليقات حلوه، نشوف ارائكم انتقاداتكم، مو يجي واحد يكتب لايك وما اعرف شنو. راح لكم فت شغله يعني تفيدكم، اللي تلقاه كاتب اللي يحب رمضان لايك واللي يحب نور لايك، جاوبه على طريقتك، مسموح لك كل شيء تسوي، لان ذولا يعني حاولت قدر المستطاع امنعهم بس ما قاعد يمنعون. فبلكة الله يعني اذا تغلط عليه، اذا ترد عليه برد مو حلو يبطل هذا الموضوع. فالتعليقات مفتوحه لكم يا اصدقاء، اللي يكتب هيك شيء قبل انت ساعدني وجاوبه يعني، وعادي مسموح لك التعليقات، لان صراحه يعني هم ما ظل شيء ما خلونا نسويه، فما عندنا غير هذا الحلول ان نتهجم عليهم، لان صراحه يعني شغله كلش مال اطفال. فوكي يا اصدقائي لنا وصلنا نهايه الحلقه. لا تنسى تفجر المقطع لايك، تكتب كومنت، تشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك. كان وياكم اخوكم نور من قناه جيمنج وذ نور. بيس اوت.